الو، اهلا بيكم في فيديو جديد وفي حلقه جديده من وضعنا شو. رجعنا تاني لموسم معرض الكتاب، الموسم اللي بتلاقي فيه الناس كلها طالعه حالات لمعرض الكتاب، اللي الناس كلها بتبقى مهتمه بالقرايه بمختلف الفئات العمريه والفئات الطبقيه. كل سنه بيطلع حد من الانفلونسرز يقرر يعمل كتاب والناس كلها بتهاجمه، بس المره دي الويف كانت عاليه شويه، يمكن عشان حد مميز شويه قرر يعمل كتاب. كنزي مدبولي ليست الاولى، 5 مشاهير اثاروا الجدل باصداراتهم. كنزي مدبولي في القاهره الكتاب، انحطاط ادبي ام منتج لجيل مختلف. اقبال كبير على حفل توقيع كتاب فرصه من ذهب للبلوجر كنزي مدبولي، بين قوسين صور. قصه خلاف مشتعله بين كنزي مدبولي وادي الموجي، لا ده عنوان قديم. حوار ان انفلونسر يعمل كتاب دي حاجه اتعملت كذا مره، كان بدايتها زاب ثروت لما قرر يعمل كتاب اسمه حبيبتي، والناس تدافعت عليه في معرض الكتاب عشان معرفش يوقع لهم او حاجه. ما تشدنيش، ما انا هوقع الناس يا جماعه. واحده ايه انا عدو كده. وفي برضه اسراء ام روح حلوه كانت عامله كتاب اسمه روح حلوه، او مش عارفه المفروض ننطقها نوح حلوه، برضه الناس ما عاتقهاش ساعتها. وطبعا مش هننسى الكينج البوس الكبير علي غزلان لما قرر يعمل كتاب مدمن نجاح. طيب ايه الفكره في مدمن النجاح؟ فكره مود النجاح او بين قوسين جراح نفوس، انا الكتاب ده انا بكتب فيه على مدار 3 سنين كاملين. 3 سنين 3 سنين كاملين. هي فكرته ان انا بناقش 10 شخصيات للبني ادمين. انت اي شخص انت بتقابله في حياتك بيكون شخصيه من الشخصيات دي، منها مثلا شخصيه نجم الساحه، منها شخصيه الراجل الشكاك، منها شخصيه الراجل اللي انت بتحس ان هو فرفوش دايما. زي ما كل واحد عنده بصمه خاصه بيه، كل مجموعه من الناس عندهم ضحكه خاصه بيهم، الضحكه دي غالبا بتميزهم. عامة ده دايما بيحصل، يعني دايما لما حد من مجال يحاول يخش مجال تاني، في المجال التاني دول بيبقوا مش قابلينه ورافضينه. موضوع عامل زي اليوتيوبرز كده زمان لما كانوا بيعملوا اغاني راب، ما كانش جمهور الراب بيتقبلهم، بيحسوا ان هم دخلاء عليهم. نفس القصه هنا، الناس اللي بتكتب من زمان او الادباء بيبقوا شايفين الكتاب بتاع الانفلونسر ده ادبيا رديء مثلا، مش بيميت المستوى بتاعهم. بصراحه مش هكدب عليكم، حوار الكتب ده بالنسبه للانفلونسرز بقى اوفر شويه، بقى منتشر، بقى زي الميرش كده، اللي هو بدل ما اعمل هودي مثلا، لا انا هعمل كتاب. واخيرا كنزي اللي قررت تعمل كتاب اسمه فرصه من ذهب. حاولت اجيب الكتاب، حاولت بشده، نزلت سالت عليه في كل محلات الكتب، كنت بخسر حته من نفسي كل ما بسال حد عليه ويقول لي لا، بس اصريت ان انا ادور عليه واحاول اجيبه. فقررت ان انا اخسر كل ما تبقى من ادميتي وانسانيتي وروحي واروح معرض الكتاب عشان اجيبه، لان هو ما كانش بيباع في اي حته غير في معرض الكتاب. ساعتها الصبح كلمت موحى ونزلنا مع بعض ورحنا وركننا ووقفنا في طوابير، وبعت موحى بصراحه هو اللي يجيب الكتاب عشان كنت مكسوف انا اللي اروح اجيبه، يعني معرفش كسفت. في الاخر موحى رجالي وقال لي كتاب خلصان. للاسف بعد كل ده ما قدرتش اجيب لكم الكتاب، فمش هقدر احكم عليه قوي غير من الاقتباسات اللي احنا هنقراها. بس قبل ما نخش في الاقتباسات وقبل ما نريفيو الكتاب او الاخبار اللي اتكلمت على الموضوع ده، تعالوا اقول لكم الاول كل ما تريد معرفته عن صناعه المحتوى كنزي مدبولي. مصريه الجنسيه وتقيم في محافظه الاسكندريه. انا مش بستريح عامه للاسكندرانيين، يعني خصوصا البنات، بحس ان هم توكسيك كده ودايما بتوع حوارات. من مواليد برج الميزان. برج الميزان ده برج هوائي متقلب، مش لذيذ برضه، مش ألذ حاجه برج الميزان ده. درست في كليه الاعلام بالاكاديميه العربيه. ما درس اعلام هو يا جماعه، ما درس عايزينها تدرس ايه يعني عشان تكتب كتاب؟ حرام عليكم والله. تجيد فن الكتابه والتمثيل، ده رايي الشخصي بتاع اللي كتب المقال يعني ولا ايه؟ تناقش بعض القضايا على منصات السوشيال ميديا وتقدم فقرات كوميديه مع ولادات. حلوه فقرات كوميديه دي. اعتقد في يوم من الايام لو حد كتب عني مقال وقال ان انا بقدم فقرات كوميديه اتضايق، يعني احس ان انا بهلوان في سيرك. انضمت الى تطبيق انستجرام يوليو 2013 ومتابعينها وصلوا 3.3 مليون. هو اللي كتب المقال ده ستوكر شويه تقريبا، كان بيكراش على كنزي عادي، مش بيجمع معلومات عشان كتابها ولا حاجه. المهم ان هي ايه بقى اخره المقال، ان هو اصدرت اول اعمالها الادبيه تحت عنوان فرصه من ذهب في يناير 2024. ده كان مقال من موقع البلد. في مقال تاني برضو في جريده الدستور عنوانه زمن الانفلونسرز. كنزي مدبولي الاكثر اثاره للجدل في معرض الكتاب 2024. زمن الانفلونسرز دي تحسها اللي هو زمن الولاد اللي هو يا الزمن. بيقول لك ايه بقى، اثارت الانفلونسرز كنزي مدبولي حاله جدل واضحه خلال مشاركتها في النسخه الحاليه من معرض الكتاب الدولي بروايه جديده تحمل عنوان فرصه من ذهب عن دار نشر همزه. مرد هذه الحاله من الجدل ما تضمنه الكتاب من محتوى وصفه البعض بالرديء، مستدلين على ذلك بعباره كتبتها على غلاف الكتاب: لكي تجد نفسك يجب عليك ان تفقدها اولا. ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله في العباره يعني؟ عامه شايفها عباره كويسه. انت فعلا عشان تلاقي نفسك تفقد نفسك الاول، بعد كده بتلاقيها، كلام منطقي. ولم تكن كنزي اول انفلونسرز يثير هذه الحلقه من الجدل، فقد سبقها الى ساحه الكتابه اثنان من اليوتيوبرز هم علي غزلان وزاب ثروت. هو زاب ثروت ده يوتيوبر ولا رابر
ولا ايه بالظبط، ولا انفلونسرز. بجد زعلانه، استنيتها كتير وجايلها من الغردقه وهي في الاخر مشيت. تعليق صدر عن واحده من جمهور كنزي مدبولي: لا مالكيش حق يا كنزي، البنت جايلك من الغردقه في الاخر تمشي، بجد والله ما يصحش. الصفحه دي هي اللي اثارت الجدل يعني. لا مش باكرهك، عايز افهم بس ايه مش باكرهك دي؟ يعني مش بكرهك عادي عشان اكره حد يبقى شاغله بالي بيه، ولا مش شاغله بالي، ولا حتى عشان اكرهك هو ولا حاجه. انت ناصين، انت بقى بتتدخل ليه اصلا؟ ها تتدخل ليه؟ عشان من حق اتدخل. فصرخت بصفتك ايه؟ ليصرخ هو الاخر عشان بحبك من اول لحظه شفتك فيها يا دي لارا. وايه حوار الالف؟ ايه بقى احبك وبقى هو عشان الدار اسمها همزه يعني؟ المهم دي الجمله بقى اللي اثارت الجدل، فسحبها من وسطها: حتى لو مش بتحبيني، حتى لو عمرك ما هتحبيني، هفضل ادافع عنك واحميكي. عامة يعني قشطة، سحبها من وسطها جملة بتدل على الهامة والمروءة والحب الملزق. انا شايف ان انتم مقفرين بصراحة يا جماعة. الرواية شكلها ظريف. انا بجد مقدرة جدا، والحمد لله ان انتوا دايما بتردوا غيبتي. انا برد اهو يا كنزي. لكن ما تشغلوش دماغكم وما تدخلوش نفسكم في صراعات مع ناس زي دي. ما تبعتوليش الحاجات دي. وكنت عايزة اقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كنت عايزة اقول حاجة كمان. طب يعني ممكن تروح تفتكري وترجعي طيب يا كنزي او منتجي، يعني اسمها مونتاج. انا عايزه روايه منك تاني، لو هتكتبي السنه الجايه انا مش هستنى السنه الجايه، انا عايزه روايه ممكن اديكي اسبوع تكتبيها، غير كده لا. انت موهوبه، انا فخوره بيكي جدا، انا مش مصدقه اولادك هيكونوا فخورين بيكي ازاي. لا يا كنزي، لا بجد مش عارف ازاي. الروايه خلصت، حياتي خلصت خلاص. انا بجد مش عارف هي ليه ما بتكتبش كل يوم روايه. حبيبتي اسمها باللغه العربيه احبك واكرهك، لما بتحط البي هنحط على كلمه زي ما هي، مش غلطه املائيه، ممكن تتاكدي من حد عنده خبره. انا مش عارف بصراحه ايه الصح يعني او ايه الغلط، بس ممكن نسال حد عنده خبره. معاكم المدقق اللغوي محمد عبد الغفار. ايوه انا اللي دققت روايه فرصه من ذهب للكاتبه كنزي مدبولي. مش مكسوف من نفسك؟ طيب مش مكسوف من نفسك وانت مدقق لغوي محترم كده تقول اللي انت بتقوله ده؟ طب يعني هو ملخص الفيديو ده عشان انجز لكم، هو بيقول ان في الفصحى انت بتقول انا احبك، هو يحبك، هي تحبك، فلما تيجي تقلبها بالعاميه بتحط ب، فتبقى هي بتحبك، هو بيحبك، انا بحبك، عشان الته واليه في الهو وهي ما اتشالتش. انا بصراحه مش مقتنع، عشان انا بالنسبه لي اللغه العاميه ملهاش قواعد، والقاعده اللي فيها الثابته هي الحاجه الدارجه على اللسان او الدارجه بين الناس، وبحبك دي مش درجه خالص يعني. ما اعتقدش في حد بيقول بحبك وبكرهك. بتاذي نفسك وتعاقب نفسك على حاجات مالكش ذنب فيها. انت مش عارف انك تستاهل كل حاجه حلوه، ليه بتقلل من قيمتك قدام نفسك؟ ترو يا كنزي ترو. انا مش عارف انا فعلا ليه بقلل من قيمه نفسي قدام نفسي. انا لازم اهتم بنفسي وادلع نفسي اكتر من كده شويه. الحقيقه اقصر من انك تبقى في مكان مش حاسس انك بتنتمي ليه، حتى لو كان بيتك او عيلتك. عايزين اهرب من البيت يعني ولا ايه؟ اتمنى انا كمان الاقي نفسي في يوم او اعرفني كفايه عشان اعرف انا عايز اعمل ايه. انا عامه ابتديت افهم الروايه. هو تقريبا حد عايز يعمل كارير شيفت من هندسه ويفتح عربيه برجر ويعمل لوكال براند حاجه كده يعني. الروايه دي انا عايز اقرا ملخصها او ظهرها كده، اللي هو: لكي تجد نفسك يجب عليك أن تفقدها أولا. سوف تذهب إلى رحلة شيقة مع علي الأباطيري، الكاتب الشاب الذي فقد شغفه اتجاه الجميع وقرر أن يترك كل شيء خلفه ويهرب إلى مدينة دهب ربما. طب يا جماعه ده شاب في هندسه عامل خناقه مع اهله بنت لذينه وقرر يطلع يشرب هيدرو في دهب. قصه اي شاب بيزك بيتخانق مع اهله وبيقرر يسافر دهب ويبقى هيبستر. عطاها الفشار وبدا يشاهدان الفيلم معا. كانت ضربات قلبه تتصارع حين يراها تضحك على مشاهد الفيلم الذي لم ينتبه اليه فقد انتبه الى ملامحها وتعبير وجهها. زويه أكسأتهر. تذكر حين كانت والدته تأخذه في طفولته للتجول في محطة الرمل مرينا ببائع الجيلاتي الإيطالي الذي يرحب بهما دائما، فقد اعتدى رؤيتهما وصار يرفض أخذ نقود منهم فقد أصبح من العائلة. هو إيه بائع الجيلاتي الإيطالي اللي في محطة الرمل ده؟ بس عايز أفهم وما بياخدش منهم فلوس، ده بتاع إيه يعني؟ وفي حد بيدي حد حاجة ببلاش دلوقتي؟ أغمضت عيناها مستمتعة بالهواء بينما يراقبها علي بجانب عينه. عامة علي ده مريب
انهمرت دموعه فانهار مستسلما للبكاء، يبدو كطفل صغير قد ضل طريقه، يشعر ببداية نوبة هلع يحاول التحكم بها لكنه لا يستطيع. علي طلع بيجيله بانيك اتاكس، امراض نفسية وكده يعني. دي بجد بقى اثرت فيا بقى، الجملة دي بقى دي بجد اثرت فيا. اتمنى انا كمان الاقي نفسي في يوم او اعرفني كفاية عشان اعرف انا عايز اعمل ايه. يا عم اعمل اللوكال براند بقى، ما تقرفناش كفاية كده اقتباسات. ده ايه ده؟ ال 4 مليون فولور. شفي لي بنتي، شفي لي بنتي يا كنزي، جايلك من طنطا، جايلك من الغردقه. دي بتعيط. دول ولاد خالتها اللي جابوا الكتاب، يا بختهم. عامه انا رحت ما لقيتهوش، اسف قوي، مشيت في نص التوقيع، الدنيا مطرت والامن قال لي لازم امشي. انا بعتذر قوي 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 حقيقي، حاولت على قد ما اقدر اقنعهم يسيبونا بس الزحمه خلت الناس تتعور وتقع. ده انا جايلك من الغردقه يا كنزي، يا كنزي، كنزي جايلك من طنطا يا كنزي. عامة الواد ده هيندم كمان سنة بالظبط، صحابه في المدرسة هيهنوه. صورتيها من فوق؟ انت مدي ايدك على طول، انت هتطولي ها؟ انا موبايلي ستوري انا خايف على المستقبل الفولورز بتوع كنزي دول والله. anyways كفايه لحد هنا. حاسس ان انا مش متضايق قوي ان انا ما جبتش الكتاب، حاسس ان انا لو كنت جبته كنت ممكن اندم. يعني انا تقريبا من الاقتباسات عرفت الكتاب بيتكلم في ايه، وكده كده سواء الكتاب حلو او وحش كده كده رايي مش مهم. يعني هو الكتاب ناجح والنجاح محدش يقدر ينكره. اي نعم تحس النجاح متهكر كده او في حاجه الليجل او مسروق، بس كده كده الحاجه اللي مش كويسه مش هتكمل، مش هتعيش. حتى لو فرقعت وخدت بومينج دلوقتي تطلع وتنزل على مفيش. والوقت بيثبت للناس مين موهوب بجد ومين عادي عمل كتاب عشان سبوبه. ممكن تكون كنزي فعلا فكر ان هي تبروسيد الكارير ده وتكتب تاني، وممكن يكون دي اول روايه ليها مثلا فما توفقتش فيها قوي ادبيا، عادي ممكن بعد كده تعمل حاجات تانية تبقى احسن. بس الوقت بقى هيثبت اذا كانت هي هتطور من نفسها تعمل حاجات تانية احسن، تتعلم مستواها يتحسن، ولا هترضى بالكام فولور اللي واقفين لها في طابور مستنيين اتوقع لهم، اللي بالمناسبه كمان سنه سنتين بكتير هيكبروا وانت مش تبقى من اهتماماتهم. بس وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير، واشوفكم تاني قريب في فيديو جديد، و باي باي.